في حالات الطوارئ الطبية، في حالات قليلة جدا الوقت فيها بيكون بنفس أهمية حالات الأكيد ستروك. كل ثانية بتعدي بتفرق، والتشخيص السريع والمنظم مش مجرد إجراء طبي صحيح، ده ممكن يغير حياة المريض ومستقبله بالكامل. في الشرح ده هنمشي خطوة بخطوة في الانيشال اسسمنت اند مانجمنت للحالات دي. عشان الموضوع يكون واضح ومنظم، احنا هنمشي بنفس التسلسل اللي بنواجهه في الحقيقة في قسم الطوارئ. هنبدأ بالأساسيات، ايه هو تعريف ستروك وايه هو الباثوجينيسيس بتاعه. بعدها هنشوف ازاي المريض بيجي، يعني الكلينيكال بريزنتيشن، وايه هي الديفرنشال دياجنوزز المهمة اللي لازم نحطها في بالنا. بعد كده هنتعمق في الفحص، وخصوصا أداة مهمة جدا اسمها روزير سكور. ومن هناك هننتقل للانفستيجيشنز العاجلة، وأخيرا الانيشال مانجمنت برينسيبلز. تمام، خلينا نبدأ من الأول خالص. قبل ما نقدر حتى نفكر في العلاج، لازم نكون فاهمين كويس جدا احنا بنتعامل مع ايه هو الستروك بالظبط وايه اللي بيسببها. التعريف ده دقيق جدا، وكل كلمة فيه ليها وزنها. Acute onset معناها إن الأعراض ظهرت فجأة. Focal neurological deficit معناها إن في جزء معين ومحدد من الجهاز العصبي تأثر. والكلمة المفتاحية هنا هي vascular origin، لأن أصل المشكلة كلها في الأوعية الدموية اللي بتغذي المخ. مهم نعرف إن الستروك مش نوع واحد، في نوعين أساسيان. الغالبية العظمى حوالي 80% من الحالات بتكون نتيجة انسداد في شريان، ودي اللي بنسميها cerebral infarction أو ischemic stroke. وال20% الباقية بتكون نتيجة نزيف أو cerebral hemorrhage. وهنا بنشوف تفاصيل أكتر عن كل نوع. في حالة السريبرال انفاركشن، الانسداد ممكن يحصل بسبب ثرومبوزز، يعني جلطة بتتكون في مكانها على جدار شريان فيه اثيروسكليروزس، أو ممكن تكون سريبرال امبوليزم، يعني جلطة جاية من مكان تاني، وأشهر مثال هو القلب في حالات الاتريال فيبريليشن. أما السريبرال هيموريج فالسبب الأشهر على الإطلاق هو الكرونيك هايبرتنشن اللي بيسبب رابشر في السمول ارتريز جوه المخ. طيب، احنا كده فهمنا ايه اللي بيحصل على مستوى الباثوفيسيولوجي. السؤال دلوقتي، ازاي ده بيترجم لأعراض بنشوفها على المريض؟ مهم جدا نكون عارفين العلامات، والأهم من كده نكون عارفين ايه هي الحالات التانية اللي ممكن تدينا نفس الصورة اللي بنسميها الستروك ميمكس. طبعاً العرض الكلاسيكي هو الفوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، زي الناحية من الجسم تضعف فجأة، أو اللسان يتقل، أو يحصل فقدان لجزء من مجال الإبصار. لكن لازم ننتبه لبعض الريد فلاجز. مثلا لو المريض اشتكى من وجع في الرقبة قبل بداية الأعراض، لازم نفكر في احتمالية حدوث arterial dissection. ولو في صداع عنيف ومفاجئ اللي المريض بيوصفه إنه أسوأ صداع في حياتي، لازم فورا نشك في cerebral hemorrhage. ودي نقطة في منتهى الأهمية، مش كل عرض عصبي مفاجئ يبقى ستروك، في حالات تانية كتير ممكن تكون شبهها بالظبط. أول وأهم حاجة لازم نستبعدها فوراً هي الهايبوغلايسيميا، لأنها ممكن تدي نفس الأعراض تماماً وعلاجها بسيط وسريع. من الميمكس التانية المهمة التودز باريسيس، وده ضعف مؤقت بيحصل بعد السيجر، وكمان الهيموبليجيك مايجرين. تمام، دلوقتي نحن قدام مريض بنشك إنه عنده ستروك. إزاي نقدر نحول الشك ده لتشخيص مبدئي قوي وإحنا لسه جنب سرير المريض؟ ده بيتطلب مننا حاجتين: فحص عصبي منظم واستخدام أداة تقييم معتمدة. الفحص العصبي لازم يكون مركز وسريع. بنبدأ بتقييم درجة الوعي والGCS. بنفحص الكرينيال نيرفز وخصوصاً الفيشل سيمتري. بعديها بنقيم الموتور فانكشن في الأطراف الأربعة وبنقارن الناحيتين ببعض. وبنكمل بالسنسوري فانكشن والسيريبيلر ساينز. وفي الآخر مننساش نسمع القلب، بندور على أي irregularity زي AF أو أي murmurs ممكن تكون مصدر لإمباليزم. لكن في حالة طارئة زي دي، عامل الوقت هو الأهم. احنا محتاجين طريقة سريعة وموحدة نقدر بيها نحدد احتمالية ان المريض ده فعلا عنده ستروك. ازاي نقدر نعمل ده بسرعة وبدقة عالية؟ الحل موجود في السكورينج سيستمز، والروزير سكور اللي هو اختصار ليه Recognition of Stroke in the Emergency Room هو أداة اتعملت مخصوص للموقف ده. فكرته بسيطة جدا، لو المريض أخذ سكور أعلى من 0 فاحتمالية ان الحالة تكون ستروك بتبقى عالية جدا، ولازم نتعامل معاها على الأساس ده. المنطق ورا الروزير سكور واضح جدا، بيدي نقطة إيجابية +1 لكل عرض من الأعراض الكلاسيكية للستروك، زي الاسيمتريكال ويكنس في الوجه أو الذراع أو الرجل، أو السبيتش ديستربنس، أو الفيجوال فيل ديفكت. لكن في نفس الوقت بينقص نقطة -1 لو كان في أعراض بترجح تشخيصات تانية، زي اللوس اوف كونشسنس أو السيجر اكتيفيتي. بعد التقييم الكلينيكال بنكون وصلنا لتشخيص مبدئي، لكن عشان نأكد التشخيص والأهم من كده عشان نعرف نوع الستروك ونحدد خطة العلاج، لازم نشوف إيه اللي بيحصل جوه المخ. وهنا بيجي دور التحاليل والأشعة العاجلة.
أول حاجة لازم تتعمل هي مجموعة تحاليل أساسية. تحليل سكر الدم العشوائي ده إجباري ومن غير نقاش عشان نستبعد الهايبوغلايسيميا. بنسحب كمان عينات لبيزلاين لابز زي الاف بي سي واليو اند اي، وبنعمل اي سي جي عشان ندور على أي أريثميا زي الاي اف. والمريض لازم يكون على كاردياك مونيتور وبلس اوكسيمتر بشكل مستمر. وهنا لازم نقف لحظة ونأكد على المبدأ ده. في حالات ستروك كل دقيقة بتمر ملايين من خلايا المخ بتموت بشكل نهائي. عشان كده كل خطوة، خصوصا خطوة الأشعة، لازم تتعمل بأسرع ما يمكن. الشعار منها هو Time is Brain. طيب مين المريض اللي محتاج نون كونتراست سي تي برين بشكل فوري؟ أي مريض ممكن يكون مرشح لثرومبولايزس، يعني الأعراض عنده بقالها ساعات قليلة. كمان أي مريض بياخد أدوية سيولة أو عنده GCS أقل من 13 أو عنده أي ريد فلاجز زي الصداع الشديد جدا اللي بدأ مع الأعراض. السي تي في الحالات دي مش اختياري، ده جزء أساسي من التشخيص. خلاص، التشخيص دلوقتي شبه مؤكد. إيه هي الخطوات العلاجية الأولية اللي لازم نبدأها فوراً عشان نحسن من نتيجة المريض؟ زي أي حالة طوارئ بنبدأ بالABCs. أول حاجة الAirway. لازم نتأكد إن المريض قادر يبلع لأن الأسبريشن ريسك بيكون عالي. بالنسبة للبريذنج بنحافظ على الأكسجين ساتوريشن فوق 95%. أما السيركيوليشن فدي فيها نقطة مهمة جدا. منستعجلش في علاج ارتفاع ضغط الدم. الضغط العالي في الساعات الأولى ممكن يكون رد فعل طبيعي من الجسم عشان يحافظ على البرفيوجن للمنطقة اللي حوالين الجلطة. بمجرد ما نتيجة السي تي تطلع وتستبعد وجود نزيف، حجر الزاوية في علاج الإسشيميك ستروك هو الأسبرين. لازم المريض ياخد لودنج دوز 300 ملغ فوراً. لو عنده حساسية من الأسبرين، البديل هو الكلوبيدوجريل. والخطوة الأهم بعد كده هي نقل المريض في أسرع وقت ممكن لوحدة متخصصة في علاج جلطات المخ أو ستروك يونت. وهنا بنوصل للهدف الأكبر من كل السرعة في التشخيص والتحاليل. لمجموعة معينة جدا من المرضى ممكن نديهم علاج مذيب للجلطة اسمه التيبليز، لكن الشروط صارمة. لازم يكون تم استبعاد النزيف بالسي تي، والعلاج لازم يتاخد في خلال شباك زمني ضيق جدا، غالبا بيكون 4.5 ساعات من بداية الأعراض. احنا كده غطينا كل الخطوات الأساسية في التعامل مع حالات الأكيوت ستروك، من أول ما المريض بيوصل للطوارئ لحد القرارات العلاجية الأولى. الموضوع كله عبارة عن سباق ضد الزمن، وبيعتمد على التفكير المنظم والسرعة في اتخاذ القرار. المرة الجاية لما تقابل حالة زي دي، ايه هتكون خطوتك التالية؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو حابين نعمل فيديوهات أكتر عن مواضيع معينة اكتبوها لنا في الكومنتات. بالتوفيق دايما إن شاء الله.